السلام عليكم. تعالى اقول لحضرتك انت ازاي بتنقلي العدوى ما بين طفلك واخوه في نفس الوقت. حضرتك اللي بتعمليها مش حد تاني. حضرتك لما بتيجي تاخدي عبوه مثلا وليكن خافض للحراره، بتجيبي ان انت تدي للطفل الجرعه، بتحط سرنجه المخصصه للدواء، تاخدي الجرعه وبتديها للطفل، بعدين تغسليها كويس جدا وتعينيها في مكانها، ولما بتحتاجيها لطفل تاني برضه بتستخدميها تاني، تحطيها جوه العبوه تاني مره اخرى وتدي لطفل اخر. ده غلط جدا. المفروض ان الزجاجه دي تبقى كل طفل، يفضل كل طفل له ازازه خاصه بيه. لو احنا يعني في دواء بنستخدمه بشكل متتابع، فتحته مره انا مش عاوز اخسره، بستخدمه لكذا طفل استخدام واحد، مفيش مشكله. لكن انا الافضل عشان افضل محافظه بقى على دايره التعقيم بتاعه العبوه دي خاصه بيها، استخدمها لو انا العبوه دي مبرده مثلا في الثلاجه، وليكن انا هاخدها من الثلاجه ما تخرجش من وسط مثلا بارد، ارجعها تاني في مكان دافئ وارجع ارجع، لا انا قدام مثلا الثلاجه وليكن اخد العبوه، اخد منها بالمعيار اللي انا محتاجه بالظبط، وبعد كده ارجعها مكانها. ممكن بقى من خلال المعيار ده انا اسحب بالسرنجه لو ده اسهل لي عشان ادي للطفل، يبقى انا هاخد بالسرنجه بس بالمعيار، العبوه تفضل العبوه سليمه مقفوله كويس، ما دخلهاش اي حاجه علشان يفضل الدواء ده فعال وامن ومش ملوث، وكمان ما انقلش انا عدوى من طفل لاخر. ممكن انا بسهوله بعد كده اعقم السرنجه واعقم المعيار اللي انا عايرت بيه واستخدمهم مره تانيه، عشان تفضل العبوه الازازه او ايا كان العلاج اللي انا بستخدمه نضيف وما دخلوش اي تلوث، ما ينقلش اي عدوى. شكرا.